السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا حبايب قلبي، النهاردة كده اول حاجة بدأتها معاكم، بدأت بالسلم، عشان طبعا احنا بدأنا في الصيف. واول حاجة انا في الدور اللي فوق، فبيجي عندي الدبان لان الاضاءة عندي بتبقى عالية، الشمس بتبقى مركزة عندي في الشقة كتير. فهي احلى حاجه الشمس دي. فانا بقوم فاتحه الباب عشان تخش الشمس في الصاله، تعقم الصاله كده وتطلع الهواء الفاسد وتدخل هواء نظيف. بخاف الدبان يدخل، فبقوم جايه اول حاجه عاملاها كده، عامله السلم، باخد الضرفتين اللي قدامي دول، ماشي، بقوم واخده الضرفتين اللي قدامي دول وبقوم داخله على طول. بقى بصوا انا هنا كنت بوريكم كده على السريع ان انا مخلصه شقتي الحمد لله ومنضفاها وزي الفل. انا طبعا عندي اطفال وبيوسخوها، يعني انا صحيت من النوم روقت، فانا كده روقت. هدخل بقى على المطبخ. بصوا اول حاجه عملتها ان انا غسلت المواعين، لان النهارده يعني كنت ناويه اعمل بطاطس، حله بطاطس طبيخ كده. فامبارح كنت عامله بطاطس ومكرونه. فمحمود قعد يقول لي طب اعملي ومش عارف ورجع بعد كده لقيته جاي وجايب سمك. خلاص انا قلت له لو تقدر تجيب سمك هات. قال لي خلاص ماشي، لو عرفت، اصل محمود بيشتغل فبيبقى مش عايز يعطل نفسه، فقال لي خلاص لو عرفت اجيب لك هجيب لك. فلقيته جاي، قلت خلاص ما دام هو جاب سمك بقى انا هقوم اغسل المواعين كده بسرعه علشان اجهز بقى حاجه الغدا. بص حبايب قلبي، والله العظيم الدنيا مش عايزه تحسبي لها بالورقه والقلم، لا اقعدي وشوفي ميزانيه بيتك، لان انت لو عشت بالبركه كده مش هتعرفي تعملي حاجه. البركه دي احسن حاجه في الدنيا، بس حاولي دايما تظبطي ميزانيه بيتك. خلاص دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه للناس اللي سالتني في التعليقات على الحساب البنكي اللي انا كنت هفتحه للقناه، انا يا جماعه عمري ما انا فاتحه حساب بنكي غير لما تبقى ارباحي $100، فانا لسه ارباحي ما وصلتش $100. انا غبت عن القناه يومين، كنت داخله في حاجه جديده، يعني قلت ادخل اجرب الموضوع ده اشوفه كده شهره ولا دخلت وغبت عن القناه يومين، ويا ريتني ما غبت عن القناه. يعني انا كنت خلاص قربت اكمل ال2000، يعني دلوقتي 1600 1550 مشترك، فكان كل يوم ادخل الاقيني زايده 10 20 30 مش عارف اما غبت طلع من عندي 10. يعني شوف الواحد بيتعب قد ايه عشان يدخل واحد، انا طلع مني 10. فانا بقول الحمد لله يا رب. انا عايزه انتبه لقناتي لان ناس ياما، انا بادئه غلط. ما ينفعش تغيب عن قناتك، هتتعبي قوي تاني، يعني كل ما تتعبي وتقربي توصلي وتغيبي عن القناه بترجعي للصفر تاني. فانا مش هسيب القناه خالص، هفضل انزل على القناه كل يوم ان شاء الله، لو فيديو اي حاجه، المهم انزل كل يوم على القناه باذن الله يا رب. كل يوم هتواصل معاكم على القناه، واي حد عايز يكتب لي حاجه يكتب لي تحت في التعليقات. وانا اول ما افتح حساب بنكي برضو هطلع وهقول لكم، عشان كذا حد سالني. فباذن الله والله اول ما افتح حساب بنكي هطلع وهقول لكم، بس انا مش فاتحه دلوقتي لان انا ماليش ارباح، هفتحه بس هو ده اللي عامل. انا عندي حسابين في البنك، بس مش ما ينفعش الحسابين دول. انا عندي حسابين في البنك باسمي بس ما ينفعوش خلاص، فلازم حساب بنكي. اللهم صل على النبي، لازم حساب بنكي بالدولار، وانا اللي عندي حسابات البنك دي بالمصري، فانا لازم حساب بنكي بالدولار. فباذن الله اول ما اعمله باذن الله هطلع اقول لكم، بس انا مش دلوقتي خالص، مش هعمله السنه دي خالص، لان انا لسه باذن الله الله اعلم انا رزقي هيجي امتى، الله اعلم. هنا بقى بصوا لقيت محمود كده، غسلت المواعين كلها الاول عشان ما تتزفرش، وغسلت الرخامه، فاضل بس حاجه واحده، اعمل الاكل واغسل البوتاجاز. وباذن الله البوتاجاز ده ليه عندي رؤى كده عشان عايزه اشيك على المطبخ بتاعي. تصدقوا المطبخ انا كنت في العيد منزله كل اللي جوه واللي بره، وغاسله المطبخ من فوق لتحت. محمد يا جماعه اللي بيلعب في التليفون ما بيريحش، بيلعب في التليفون وبيبوظ لي الحامل. فهنا بقى بصوا انا ببقى مش واخده بالي، على فكره انا بنضف السمك مش شايفاه، بس انا حتى مريم جت من الدرس طلعت قفلت على نفسها الباب وعايزاني اروح افتح لها. طب انا يا جماعه يعني انا ببقى على اخري والله العظيم من عيالي هدين حيلي، والله ما عاد فيا حيل، والله ما عاد فيا حيل. يعني انا بقول لمحمود انا بمسك الشقه دي انكتها مره كل شهر واشيل المراتب وتحت السراير ومش عارف عشان باقي الشهر اشفط كده بالمكنسه وخلاص. لا بصوا كل واحد في البيت، اقسم بالله كل واحد في البيت عايز خدمه شكل. محمد عايز خدمه شكل، ملك خدمه شكل، مريم خدمه شكل، محمود خدمه شكل، كل واحد فيهم مشكل كده موريني الالوان.
فايه يا نهارهم اسوخ. بصوا والله العظيم انا بسجل الفيديو اصلا ببص على التكييف لقيتهم فاتحين التكييف، يعني قافلين التكييف، قافلين التكييف بس سايبين الريش مفتوحه. والله العظيم انا غلبت من عيالي دي، والله العظيم غلب. ربنا يهديهم يا رب ويهدينا عيالنا جميعا. ومش هشغله، مش هشغله، ده انا هطفيه. انت ما طفتهوش امبارح، بس سيبيه بقى، لازم يطفي كده. بس اقعدي نشغل الدنيا يا جماعه، اقسم بالله نار. بس مش هشغل التكييف برضه لان الدنيا حر عندي. بس ايه انا ايه يعني